أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم في حضرة الطف. رحبوا معي بضيف حلقتنا لهذا اليوم الكاتب والشاعر الأستاذ ياس السعيدي. مرحبا بك أستاذ ياس. مرحبا بك وبكل المشاهدين الكرام. حياك الله. أستاذ ياس، لندخل بسؤال بديهي وشائك في ذات الوقت. قد يتساءل البعض لماذا قضية الحسين ما زالت مؤثرة حتى هذه اللحظة رغم مرور ما يزيد عن 1400 سنة؟ لأنها أحاطت بالحياة من كل الجوانب. ما تعودنا عليه أن الحياة تحاصر القضايا، إلا هذه القضية حاصرت الحياة. شوف، وصف جدا جميل. الله يسلمك. شوف، شخص يفجع بأخيه، نعم، يتذكر الإمام الحسين عليه السلام. يفجع بابنه، يتذكر ابن الإمام الحسين عليه السلام. يفجع بماله، يتذكر مال الحسين الذي نهب. يفجع ببناته، يتذكر بنات الحسين اللواتي سبين. أعطني مصيبة قد تمر على الكائن البشري ما مرت على الحسين عليه السلام. ولهذا هذه القضية حاصرت الحياة من جميع الجهات، لذلك هي باقية وستبقى. طيب، من هنا أتى الإلهام لياس السعيدي لكي يكتب عن هذه القضية ويكتب شعرا عنها. كم قصيدة تقريبا كتبت عن الإمام الحسين عليه السلام؟ 4 أو 5 قصائد، لأن الكتابة عن هكذا شخصيات هي أشبه بأن تسير على حبل بين بنايتين شاهقتين. نعم، تماما. الكتابة العادية أنت لما تكتب عن ذاتك، لما تكتب عن أي شيء بالحياة، كل شيء متاح أمامك للكتابة، كل الأفكار، كل المفردات. نعم. تكتب بلا تحفظ. أما النص الحسيني فلا بد أن يتأدب في حضرة الحسين عليه السلام. ما كل المفردات صالحة لنخاطب بها الحسين عليه السلام، بالفعل. ولا كل الأساليب صالحة لمخاطبة الحسين عليه السلام. لذلك تراني مقلا في الكتابة عن الإمام الحسين عليه السلام، مع أنه هذه القضية أنا أراها مثل ما أخبرتك قضية أكبر من الحياة ربما. نعم. بالنسبة لي 4 أو 5 قصائد أنا أعتبرها شيء جيد إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار صعوبة الكتابة عن الإمام الحسين. نعم. عليه السلام. طيب، وبدي أنه نسمع واحدة من هاي القصائد إذا أمكن. أي صار. نص اسمه دم قصة. أصواتهم بدم الزهور مظفرة، مدن جراحك في السماء مبعثرة. أشعل حروفي بانطفائك ساجدا، كن حاضرا كي لا تغيب المحبرة. ما للفضاء يضيق بالدم حينما يرمى إليه، فذا الفضاء ما أصغره. فمك الذي قبلات أهلك فوقه، بسهام هذا الصيف قل من أمطره. من بعد كتف محمد وعيونه، يغدو لخيل الناس جسمك قنطرة. والصاعدون على ضلوعك ما بهم، ما هزهم أن الضلوع معطرة. هم كسروها فاستفاق صباحها، ولجبرها أتت السماء مكسرة. أنا ذا أراك ونورس فيك احتمى، وعلى ثقوب الصدر نامت قبرة. أنا ذا أراك تبيع 1000 بداية لنهاية بالأنبياء مؤطرة. أنا ذا سمعتك للمدينة قائلا، هل بعد فقدي ترجعين منورة. الناس تستسقي وهذا الغيم يستسقيك، صلى كي تراه لتغمره. دمع عليك رماحهم، لو لم تكن مأمورة لمشت إليك مكورة. هل كان رمحا تحت رأسك واقفا،
أم كان جبرائيل يرجو المعذرة؟ كم أهدروا دم قصة فتساقطت وطنا ستعرفه العيون المهدرة. يا أيها الممتد دهرا أخضرا ووريدك المسفوح ينثر أحمره. يا أيها الممتد قرب مصارع الأطفال في لغة الثكالى المغبرة. قد غير الإنسان كل وجوههم مذ زار وجهك حافيا لتغيره. أحسنت أستاذ ياس، في هذه الحلقة في هذا الحوار راح أسألك بصفتك كاتب، بصفتك شاعر، بصفتك مثقف إلى وجهة نظر في الحياة، ونسأل عن هذا الرأي وعن وجهة النظر هذه. برأيك لماذا رفض الحسين عليه السلام الخضوع للظلم رغم معرفته بالمخاطر التي سيواجهها؟ أولا هذه رسالة جده، نعم، ورسالته هو كإنسان. الإمام الحسين عليه السلام كان مدركا تماما، ومن الخطبة اللي ألقاها في مكة نعم، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، هو يعرف تماما. نعم، البعض يشكل يقول هل يعلم الغيب؟ لا، ما يعلم الغيب، لكن جده الذي كان على اتصال مباشر بالسماء أنبأه بهذه النهاية. نعم، مع أنه كان مدركا لهذه النهاية، لكن تكليفه الشرعي، واجبه كإنسان وكإمام أن يقف هذا الموقف. بالنهاية هؤلاء أبناء مدرسة اقض ما أنت قاض، المدرسة القرآنية، اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. نعم، يعني ما يحسم الخيارات لديهم ليس الموت أو الحياة، لا، النتائج المستقبلية. النصر العاجل يعرف أنه لن يتحقق، أقصد نصر المعركة، لكن النصر الآجل كان يعرف بأنه سيتحقق وكان معولا عليه. لا يمكن لشخصية مثل شخصية الحسين عليه السلام إلا أن تقف مثل هذا الموقف. مثل ما أخبرتك، واجبه كإنسان، واجبه كإمام. رسالة جده التي بدأت أمة كاملة بتشويهها. بالله عليك، لو لم يقف الحسين هذا الموقف ماذا بقي من الإسلام اليوم؟ ماذا بقي من الإسلام؟ لذلك كانت وقفة لها عدة أسباب، أكيد أنا لا أحيط بكل الأسباب، لكن رسالة الجد، تكليفه كإنسان وتكليفه كإمام، هذا الدم حفظ لنا هذه الرسالة. بالفعل. نعم، أحسن. سنستكمل أكثر في هذا الحوار وفي رسائل واقعة الطف، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. إذن هذه عودة لاستكمال الحوار مع الكاتب والشاعر ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ ياس السعيدي. وجدد الترحيب بك أستاذ ياس. مرحبا بك أستاذ ياس، إذا كنا نتحدث عن الطف وعن انتصار الدم عن السيف وعن التغيير الذي أحدثته هذه الواقعة، التغيير في مرحلتها وحتى زماننا هذا، التغيير أصبح مستمرا بفعل الحسين وبفعل دم الحسين وبفعل الإصلاح
في دين محمد جد الحسين عليه السلام، فلا بد أن نتحدث عن من حملت راية التغيير من بعد الحسين عليه السلام، من حملت القضية، زينب عليه السلام. هذه الشخصية التي أقل ما يقال عنها، أو بالأحرى يكفي أن نقول عنها إنها ابنة علي بن أبي طالب عليه السلام، وامتداد لفصاحته وبلاغته، فكانت خير رسول يحمل رسالة الحسين من بعد واقعة الطف. زينب عليه السلام برأيك كيف حولت المأساة إلى رسالة للتغيير، وكيف من الممكن أن تستلهم منها اليوم المرأة المسلمة والمرأة العراقية على وجه الخصوص، كيف ممكن أن تستلهم أن تكون ناقلة وحاملة ومتصدية للقضايا الحقة في مجتمعنا؟ السيدة زينب عليه السلام هي الشريكة، نعم. شريكة في هذا المشروع. السيدة زينب عليه السلام من الأصوات النادرة التي بقيت بعد هذه المجزرة الكبيرة، التي أوضحت للناس بأنهم ليسوا من سبي الترك. هذه القضية كانت المخطط، نعم. يباد الحسين عليه السلام ومن معه، ويقال للأمة بأن هؤلاء من سبي الترك، تنتهي القضية وكأن شيئا لم يكن، وكأن حسينا لم يقتل. نعم. الإمام زين العابدين عليه السلام، سيدة زينب عليه السلام، أوضحا للناس أنه يا ناس نحن أهل بيت النبوة، نحن الذين تصلون علينا في تشهد صلاتكم. تخيل أنه إنسان عندما يعرف أن هؤلاء هذا السبي هو يصلي عليه في صلاته، نعم. ولا تتم الصلاة إلا بأن يذكرهم في التشهد، اللهم صل على محمد وآل محمد. تخيل لو غابت هذه الحقيقة. نعم. حياة الثورة الحسينية، حياة المشروع الحسيني، جزء كبير منه كان للسيدة زينب عليه السلام. ذكرت فصاحتها وفصاحة أبيها، هي قالت جملة من أعظم جمل اللغة العربية أعتقد في مواجهة يزيد. نعم. تقول له: إني وإن جرت علي الدواهي مخاطبتك. لك أن تتخيل أنا ما سامع في حياتي توبيخ مهذب لشخص بهذه الفصاحة. تألف خط حتى عن مخاطبته، يعني لو ما المصائب التي حلت بنا أنا أصلا ما أنزل نفسي لمستواك وأخاطب شخص مثلك. بالضبط. نعم. تقول له أساسا أنه أنا أن أخاطبك هي هاي مصيبة. نعم. إني وإن جرت علي الدواهي مخاطبتك. فيما يخص استلهام المرأة العراقية أو المسلمة للسيدة زينب عليه السلام، أتحدث أولا عن المرأة العراقية. نعم. يعني التي تقدم 4 أبناء شهداء. أنا أكو مقطع شفته منتشر على وسائل التواصل، وأيضا مسجل الفضائية مستضيفين عوائل الشهداء. نعم. امرأة كبيرة بالسن، المقطع موجود عندي بالتليفون خازنة، مقدمة 4 أبناء. فتقول للمذيع، تقول له: أنا أدري بيهم ما يرجعون، لكن بس أريد أعرف أماكن جثثهم، بس أريد أعرف أماكن قبورهم وين اندفنوا. لك أن تتخيل هذه المرأة لو لم تستلهم السيدة زينب عليه السلام، هل كانت قادرة أن تقف وأن تأتي لتسجل حواراً وأن تتكلم بهذه الطريقة؟ المرأة العراقية استلهمت السيدة زينب عليه السلام في الكثير من مراحل الحياة العراقية. العراقي لم يعش حياة مستقرة في القرن الأخير، ودائما كانت المصائب بالنهاية الرجال يذهبون، المصيبة يكون على المرأة. المرأة هي اللي تبقى محتارة بالأيتام. المرأة هي اللي تبقى مسؤولة عن كل شيء. المرأة العراقية استلهمت السيدة زينب كثيرا
بالتأكيد مع الفارق بين المقامات، يعني نعم. آل محمد لا يقاس بهم أحد. المرأة العربية اليوم أيضا نرى نماذج، نعم. يعني نرى ما يحدث في غزة مثلا، اللي تفقد أخ واللي تفقد أب واللي تفقد أطفال. ولا أنا يعني إحدى الصديقات فقدت 3 أطفال. هذا أيضا استلهام للسيدة زينب عليه السلام. المرأة التي تقدم كل هذا بالتأكيد لا أشك في أنها سارت على هذا الخط. نعم. بالتأكيد هذه من روائع المشروع الحسيني. علم هذه الأمة بأن الفكرة تستحق التضحية. نعم. أستاذ ياس، بصراحة يعني تبادر إلى ذهني سؤال. عندما يريد أن يضرب المثل بالتضحية، أتحدث هنا عن مناهجنا الدراسية، أسألك بصفتك كاتب عن المناهج الدراسية. أتحدث عندما يريد أن يضرب المثل بتضحية المرأة، نرى أن المناهج الدراسية تبرز الخنساء كرمز لتضحية المرأة التي تضحي بأبنائها وأخوتها، مع اعتزازنا بالخنساء كشخصية عربية مضحية. لكن لماذا لا نبرز زينب؟ من الأكثر تضحية، زينب أم الخنساء؟ الخنساء ضحت بأبنائها، زينب عليه السلام ضحت بإخوتها وبأبناء أخوتها وبأبنائها، بالعشيرة كلها ضحت. شوف، احنا إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. أنا قبل قليل أخبرتك أنه ما الذي يبقى من الإسلام لولا الحسين عليه السلام. هو بالتأكيد المفهوم ضمن لولا الحسين ولولا السائرين على خط الحسين. يعني فلنقل بأن الخنساء ضحت. نعم. لكن أنت تقارن للتضحيتين، ما لا وجه للمقارنة. نعم. هو ماكو مقارنة بالمنهاج حتى لا نفهم خطأ والبعض الآخر. بس ليش أنا من أريد أتحدث عن تضحية المرأة أتحدث عن الخنساء؟ ليش ما أضمن تضحية زينب بمنهاجنا الدراسي؟ بمنتهى الصراحة. نعم. أكو دول قامت على تغييب أسماء آل محمد. دول. نعم. يعني هل كانت الدولة الأموية محبة لآل محمد؟ بالتأكيد لا. لا. نعم. بالنهاية كيف يسمح أن يذكر عدوه التاريخي بخير؟ الدولة العباسية هل كانت محبة لآل محمد؟ لا طبعا، وإن قامت تحت دعوة ثاراتهم. نعم. لكن بالنهاية لما وصلوا للسلطة وشافوا السلطة وعرفوا أنه هذا الضد النوعي لهم، ويعرفون تماما بأن الخلافة الله وضعها في هؤلاء. نعم. صبوا جام غضبهم عليهم. أنت تتحدث عن دولتين امتدت لحقب تاريخية ليست بالقصيرة. نعم. تجي للدولة العثمانية. الدولة العثمانية هل كانت محبة لآل البيت؟ لا، هذا تاريخ الدولة العثمانية وقراه. ما الذي فعلوه بمحبي أهل البيت؟ طبيعي تجد الخنساء تظهر كرمز ليس السيدة زينب عليه السلام حتى في وقتنا الحالي. حتى في وقتنا الحالي. وهاي تراكمات مئات السنين. للأسف يعني أصبح البعض يخاف، أقولها بالفم الملآن، يخاف أن يذكر السيدة زينب كرمز للتضحية. يخاف من أن يتهم مثلا بأنه هذه التهم الجاهزة. نعم. الجواب على سؤالك رواسب تاريخية لمئات السنين واستمرت إلى يومنا هذا، وأصبحت صور ذهنية جاهزة تشير إلى من هم أقل من آل محمد وتنسى آل محمد. الآن في زمننا هذا هل اختفت هذه الإرادات؟ لا، ما زالت موجودة. هناك إرادات تريد أن تغيب هذه الأسماء. نعم. أستاذ ياس، نستكمل معك لكن بعد هذا الفصل.
نستكمل من بعد الفاصل أحبتي هذا الحوار مع ضيفنا الكاتب والشاعر الأستاذ ياس السعيدي. أستاذ ياس، قضية الطف، قضية الإمام الحسين عليه السلام، ماذا غيرت في نفسك؟ ماذا غيرت في نفسي؟ يعني أعتقد أنه النفس تضج بهذه القضية. يعني النفس ليست مقسمة إلى أجزاء ودخلت قضية الإمام الحسين وغيرت بعض الأجزاء. نعم. لا، النفس متشبعة بهذه القضية. يعني أنا لا أدعي القداسة بالمناسبة، ولا أحد يدعي القداسة، لكن الحسين عليه السلام هو المثال الأعلى للكمال الإنساني، طبعا كما كان جده وكما كان أبوه وكما كان أخوه. بالنهاية أنت تحب أن تكون فصيحا مثلا، تجد الحسين إماما للفصاحة. تحب أن تكون كريما، تجد الإمام الحسين إماما للكرم. تحب أن تكون شجاعا، تجد الحسين إماما للشجاعة. تحب أن تكون صاحب رأي مستقل، تجد الإمام الحسين أسس لاستقلالية الرأي. القضية الحسينية لا أقول غيرت في النفس، وإنما عجنتها. يعني أنا إلى الآن أتذكر بالثمانينات لما بديت أوعى على الدنيا بنهاية الثمانينات، أتذكر كان عندنا شريط كاسيت أحمر اللي هو مسجل به المقتل. وتعرف يعني كان هاي إذا لقوا هذا الكاسيت ممكن يخلقون لك ألف مشكلة، تنعدم، ممكن تنعدم. نعم. فليش أنا أتذكر هذا الكاسيت؟ لأن أتذكر الرعب اللي يرافق إخراجه وتشغيله وكذا وكذا. من هاي اللحظات بديت يعني تتساءل وأنت بهذا العمر، شنو سر هذا الشريط اللي لما يشتغل بالبيت يتحول البيت إلى مبكات عظيمة؟ من نابدة القضية مع الإمام الحسين عليه السلام. بعدين لما بدينا نوعى رأيناه غاية كل جمال. ما الذي غيرته القضية الحسينية في نفسي؟ أيضا أقول هي محيطة بكل النفس. يقال أن زاد الكاتب هو الخيال. خلينا نتخيل بطريقة ما التحمت العصور، عصرنا الحالي مع عصر الإمام الحسين عليه السلام، وشاءت الأقدار أن تقابل يزيدا الملعون يزيد. شنو راح تقول له؟ شنو ممكن الحوار اللي يدور بينك وبينه؟ هذا السؤال يراد له صفنة طويلة، لأن فعلا مثل هكذا شخصية يجب أن تختار لها كلمة تلائم الانحدار الذي وصلت له. يعني احنا قبل قليل سبحان الله ذكرنا كلمة إني وإن جرت علي الدواهي مخاطبتك. لا أعرف، ربما أقول له هذه دنياك وهذه دنيا الحسين. أين دنياك وأين دنيا الحسين؟ هذه دنيا الحسين مقام تقصده الأرض. نعم. هذا في الدنيا فقط. أما آخرتك فأدهى وأمر. خسرت صراعك مع الحسين حتى في الدنيا. بالمناسبة البعض يتصور أنه الحسين خسر الصراع الدنيوي. لا أبدا. هذه الكون كم منها يعرف يزيد بن معاوية، وكم منها يعرف الحسين، ومن الذي يحج له في هذه الدنيا؟ ربما أقول له يا هذا خسرت دنياك وآخرتك. حتى الدنيا التي عولت عليها بقتلك للحسين قد خسرتها، ما فزت بها. نعم. أستاذ ياس،
كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. أين تجد كربلاء المعاصرة اليوم في عالمنا؟ في كل شخص يرفض المنظومة العالمية المتوحشة اليوم. اليوم المنظومة العالمية المتوحشة طبعاً. تصب جام إجرامها وقسوتها ورعبها على غزة، ومن بعد غزة قامت أيضا بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية، ومن قبلها اليمن، ولا ندري اليوم ظلمها وجبروتها إلى أين سيمتد. تصب جام غضبها على كل مختلف يريد أن يحافظ على اختلافه. بالمناسبة القضية مو فقط قضية أرض. نعم. القضية مو فقط قضية أرض. هناك مثلا لو سلب لهذه القوى العالمية الأرض التي تريدها، صدقني ستبقى على نفس العنجهية وعلى نفس محاولة التغيير. هو لا يريد أرضك، هو يريد جعلك نسخة سيئة منه. نعم. وهذا الصراع الأول. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ملتهم. أوكي، أنا مجتمع منحل، لازم أنت أيضا تكون مجتمعك منحل. أنا أقول بشيء حتى إن كان يخالف الفطرة البشرية لابد أن تقول به، وإن كنت أنا وأنت مدركان بأنه يخالف الفطرة البشرية. نعم. القضية قضية قوى تريد أن تجعل منا نسخ سيئة منها. لا يمكن. اليوم الطف في كل رافض لاستكبار هذه القوى أيا كانت. بالنهاية الإمام الحسين عليه السلام رأى دولة مارقة ما مد لها يده. للأسف اليوم الكثير من الدول المارقة والقوية في كل رفض لمشاريعها يتجدد الطف. في كل رفض لما يريده الآخر المستقوي والذي يتباهى بقوته والذي يعرف تماما بأنه بالضبط ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. بالضبط بهذا المنطق. ما تردون نقتلكم. في كل مكان للرفض توجد روح الطف. وبالتالي هنا المسؤولية بجزئها الأكبر ربما تقع على عاتق شباب الأمة لكي يتصدوا في الحاضر ويؤمنوا المستقبل، أن يتصدوا لهذه العنجهية للاستكبار الغربي ولجرائمهم. وهنا نتساءل ما الرسالة التي توجهها للشباب لكي يستلهموا الدروس والعبر من قضية الإمام الحسين عليه السلام ويحصنوا أنفسهم ومجتمعهم؟ أنا أشكرك على هذا السؤال. صدقوني يا شباب، نبيك نبي الرحمة الذي تجد الأصوات النشاز تصفه بأنه نبي دموي ونشر دعوته بالسيف فقط. يا شباب ارجع أقرأ تاريخ هذا النبي، أو أخذ التاريخ من المصادر الحقيقية القريبة من النبي. شوف بكل حروبه الشهداء من المسلمين والقتلى من الطرف الآخر ترى ما عبروا الألف. في حين تلقى لك زعيم مثلا أباد ل10 ملايين، هذا يوصف بأنه من زعماء الحرية. 10 ملايين أبيدوا في سبيل الحرية. لكن محمد صلى الله عليه وآله اللي كل حروبه ما راحوا بها ألف يوصف بأنه دموي وجاء بالعنف. يا شباب صدقوني، ما يصور عن نبيكم، ما يصور عن دينكم، ترى والله أجندات عالمية تصرف عليها المليارات، مراكز أبحاث، أموال هائلة، فقط في سبيل أن يظهر لك دينك على أنه شيء بشع. لا تكتفي بالقشور يا شباب. يجيب لك آية عنيفة من القرآن، زين أنت شفت الكتب السماوية الأخرى شبيها من كمية عنف، قارنت، عرفت هذه الآية وين نزلت وليش وشنو مصادق تطبيقها، أخذت التفسير من أهل المختصين بالتفسير. رسالتي اللي أوجهها للشباب، صدقوني المثل الأعلى للإنسانية
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدين الأقرب للفطرة البشرية نعم. هو الدين الإسلامي لسبب أهم الأسباب، إنه دين يقبل الآخر. هذا حديث رسول الله بين أيدينا: من آذى ذميا فقد آذاني. حرمة الآخر من حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يوصف بأنه غير حضاري. أما اللي يجي يريد يفرض عليه سلوكياته وعاداته وتقاليده اللي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا يوصف بأنه متحضر ولا أجمل منه. نعم. يا شباب، تابعوا، اقرأوا، لا تصدقوا كل ما تسمعون. أحسنت، بارك الله بك. ضيفي العزيز الكاتب والشاعر الأستاذ ياسر السعيدي، شكرا على هذا الحوار. شكرا جزيلا لكم. لكم جزيل الشكر لحسن متابعتنا هذا اليوم. دمتم في أمان الله.